وأول عادة معانا، ابدأ يومك صح. أول ساعة بعد ما بتصحى من النوم هي أهم ساعة في يومك كله، لأن أنت أول ما بتصحى من النوم عقلك بيبقى أبيض تماما وبيتشكل باللي بتدخله فيه في أول ساعة في اليوم. طب تعمل إيه في الساعة دي؟ هو السؤال ممكن يكون ما تعملش إيه. وأول حاجة إياك تعملها في أول ساعة في يومك إنك تمسك الموبايل وتدخل على تطبيقات السوشيال ميديا اللي كل منشور بيجيب منشور وتقعد سكرول طول اليوم. وفي كذا حل عشان تقاوم الموضوع ده. أحد الحلول إن أنت ممكن تمسح تطبيقات السوشيال ميديا قبل ما تنام وتنزلها بعد ما تصحى بساعة أو ساعتين لو احتجتها، غالبا مش هتحتاجها. وتاني حل إنك ما تحطش الموبايل قريب منك وأنت نايم، لأنك لو صحيت ولقيته جنبك هتمسكه بدون تفكير. في واحد اسمه أليكس ديموزي بيقول إن أنت المفروض أول ما تصحى من النوم على طول تشتغل، لأن ده بيديك دوبامين كويس علشان حسيت بالإنجاز ولو كانت مهمة صغيرة. وعن تجربة شخصية، في يوم صحيت الساعة 5 حليت شوية مسائل فيزياء، كملت باقي اليوم. المذاكرة كانت سهلة وشيء بسيط وبدون أي صعوبة.